بخير. وهذا اللي ما كانش هذا الشكل النهائي هو اللي خلى التعثرات. كتعرفوا الان من بعد المجهود الكبير اللي دار وتدخل السيد الوالي وتقال بان الملعب غيتحل في شهر واحد، واللي بشروا به كاع البيضاويين واستبشروا بخير الوداد والرجاء حتى منطقه عمل تاع سبحي محمدي اللي فيها اشكال كبير ديال الملعب الزولي. الان كنتفاجئوا بان كاينه مشاكل اخرى تقنيه في الملعب، وبانهم ملي بغاو يلصقوا هذاك الديزاين الاخير ديالهم لقاو مشكل في الحيوط في الجدارات الفوق، هو اللي خلى ان قلبوا على مكتب دراسات اخرين. هادشي راه غير في الاوف، راه ما قالوا لنا والو، غير في الاوف قلبوا على مكتب دراسات، قلبوا على هذا. وبالتالي انا كنأكد لكم الان بان ملعب محمد الخامس لن ينفتح ما غيتحلش في جونفي ولا فيفري ولا حتى مارس، لانه في وضعيه صعبه وباقي هذا، ولان الاصلاحات ما دارتش وفق دراسات إذا سمعتوا الإخوان كما كنا قد أشرنا لهذا الموضوع ديال مركب محمد الخامس. مركب محمد الخامس اللي تأخر كبير، وسمعتوا عضو من مجلس المدينة كيوضح الامور وكيهضر على هذه النقطه هذه اللي قلنا صعيب ان مركب محمد الخامس يكون موجود في جونفي. اذا تاخر كبير، وعاد كاينه امور اخرى. كنا سمعنا العمده ديال مدينه الدار البيضاء السيده نبيله وهضرت على هذه الامور. واخا هذه الامور هذه كلها ما كان يعني اليوم اخر اخبار انه كيخرج عضو من مجلس المدينه وكيوضح بان المركب محمد الخامس ما غاديش يكون موجود. واخا الوالي السي المهيديه يعني دار كل شيء باش الفرق ديال الدار البيضاء يعني تستقبل في المركب، ولكن مع كامل الاسف هذا المركب هذا وهذا التعامل مع الجمهور البيضاوي باقي كنعانيو منه. ما عرفتش واش هو باغي هاد الامور تبقى غاده بهذه الطريقه هذه، لان دابا عاوتاني غيجيبوا كومباني اخرى وشركه اخرى باش دير شي امور اخرى. احتاج يعني البدايه ما كانش هي هذيك. واش هما كيجروا هاد الامور هذه حتى الكوب دافريك والصلاه على النبي؟ اذا كنظن ان يعني الموسم كامل غادي نلعبوه في العربي الزاولي يعني بهذه الطريقه اللي شفنا في بدايه الموسم. اذا هذا خبر ديال عضو مجلس المدينه كيدوزوا لينا صراحه خبر كتصاعق. كنا يعني نمنيو النفس ان يعني باقي واحد الشهير غنصبروا فيه وغادي نرجعوا للمركب لعل وعسى يعني تحرك هذه الفرقه ومع الجمهور ومع هذه الامور هذه. ولكن كنظن ان غادي نعيشوا هذا الموسم يعني كله بحال هكا. اذا نتمنى التوفيق للفريق ديالنا اليوم مع اسفي، ولنا عوده بعد المقابله باش نعلقوا ونتمنوا 3 نقاط اللي غتكون مهمه جدا. جمعه مباركه والى اللقاء.